اللي يحب النبي يصلي عليه. شايفين معايا سمكة قد ايه؟ محدش يعرف يجيب سمكة بالحجم دي الا اني بس اللي نجيب السمكة هتبقى مزفلطة كده وحكاية. هنقول لكم جبت سمكة كبيرة الله. بقالي فترة كده 3 4 سنين انا وجوزي متعاركين مع اهل جوزي وخاربين الدنيا خالص، وبقالنا لا هم بيخشوا عندني ولا احنا بنخشوا عندهم. الناس بقى بمناسبة شهر رمضان الكريم قالوا نصلحكوا على بعض ولمونا كلنا وقعدونا في المنظرة وقالوا الصلح خير وكده، وصفوا الخلافات اللي ما بينكم كانت خلافات سودا، كنا مقطعين بعض بالجزم وبالنبابيط والسويت كان يسمع لآخر الكفر. بس الحمد لله الناس صلحتنا وحكموا علينا ان احنا نجيبوا بهيمة تكون كبيرة ونذبحها لهم، عشان طبعا انا وجوز اللي غلطانين قلنا ماشي زي بعضه. فانا رحت عاملة رحت جايبة سمكاية كبيرة يطلع 200 كيلو اهيت وحنذبحها بدل البهيمة، خاصة ان اهل جوزي دول ما بيفرجوش باللحم السمكة واللحم البهيمة، كله بيقول عليه زفر وخلاص يطفحوا ويقولوا احنا كلنا الزفر. فزفر بزفر بقى ان شاء الله يدلقوه مطرح ما هم قاعدين، وحنمسك السمكاية بقى. شايفين السمكاية عاملة ازاي؟ ريحتها نتنة زي سمكة القرموط بالظبط، عشان يبقوا يتعاركوا معايا ويعملوا خلافات كويس. هو انا حنصفي قلبي؟ والله ما حنصفي قلبي، وحنفضل شايله لهم كل حاجة عملوها في ده، عملوا فيا بلاوي ده، ياما شدوني من شعري وضربوني وبهدلوني، واني مش بتاعت بهدله زي ما انتم عارفين، انا ركيكه قوي. السمكة تجيلة قوي كل شوية توجع مني عشان كمان مزفلطة مش مالكة نمسكها خالص وتجيلة علي. بس انا جده هنخرطها ونظبطها. امال ايه كمان شاطرة قوي. الخرط بتاعتها وتجلها بيفكرني بورك عمي. اصل عمي مرة القطر لطشه فصله الفخذ بتاعه كده بقى مرمي على الطريق، بس عمي ما ماتش يعني عاش. فالفخذ بتاعه دي المفروض كانوا ياخدوه يرموه. ابويا راح جايبه في شكاره ودخل على امي بيه. كانت اياميها جوع وفقر محدش كان لاقي عظمه حتى يمصمص فيه. راحت امي منزله فخده عمي في حله ميه سخنه وراحت سلقاه وراحت مطلعاه بالسكينه حكاه ومطلعه الشعر اللي كله اللي فيه مخلياه زي البافته البيضه زي الكوارح كده، وخرطته. وفص ورك عمي كان احمر لانه كان بياكل غله على طول. كان عندنا ارض غله كان يقعد يسف فيها. عمي الوحيد دي اللي كان عليه جتي زي جتة الحمار، كان راجل جامد قوي. رخر القطر ضربه وما عملش فيه حاجه. شايفين البطروخ عامل زي المخ؟ شايفين قد ايه؟ يجيله 7 كيلو لوحده. حاجه بلدي جميله. الريحه طالعه علي حاسه ان انا عايزه ننهش فيها كده وناكلها وهي نيه. حاجه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، زي البهيمه بالظبط. لحمه ابيض وجميل. وحاجه بقى ما نقول لكمش ساعة البطريخ ده ما ينزل في الطاسة كده وتخرطي عليه فص الطوب ومعلقتين سمنة تحس ان انت بتاكلي زبادي بالقشطة. حاجة جميلة، حاجة الدار ما فيش احلى مني. مش تروحوا تاكلوا في المطاعم، لا، نفسكم في حاجة هاتوها وتبلوها واعملوها في البيت هتبقى زي الخرا. هو في احلى من اكل المطاعم؟ قال ستات بيوت. هو في ستات عاد بتعرف تطبخ دلوقتي؟ ماتت الستات خلاص. الزمن الجميل بتاع زمان هو اللي كان حلو. ستي وستكوا كانت تطبخ حاجات حلوة كده وريحتها جميلة، لكن دلوقتي خلاص ما عادش فيه الكلام دي. شايفين السلسلة بتاعت ظهرها عاملة ازاي؟ عاملة زي سلسلة الأسد. حاجة كده جميلة. الخرطة دي لوحدها نص كيلو لحم جميل. حاجة كده مفيدة. أنا مش مصدقة عمية، معقولة السمكة هيطلع منها كل الهبش دي؟ ده كله هبشة وهبشة تجيلها نص كيلو لوحدها. حاجة بلدي وجميلة. اعملوا زي وهاتوا حاجات في داركم وعمروا الدار وقطعوا كده وخرطوا وكلوا. ما فيش احسن من لقمة الدار يا ولاد والله. هو تخرب بيتنا من شوية من كتر ما احنا بنشتري من الفتحلات والمكرونات والحاجات دي. تجيبوا كده حاجات وتخرطوها في الدار وتخزنيها تحت السرير. تجوعي بالليل تاخدي الهبشة وتقليها مع حبة الأرز وهتتغدوا وتوفري فلوس
جوزك وفلوس جوزك. شايفين الخرطة عاملة ازاي؟ ده لحم ياما قوي زي اللحمة بالظبط، تحسوا ان انا منخرط في بقرة، لحم بقري مصفى جميل. والله بتوع المطاعم شغالين عليني، يروحوا يصطادوا سمكة القرش الكبيرة ويخرطوها ويتبلوها والناس تروح تاكل، يقولوا لهم ده لحم ايه، يقول لهم لحمة صفود ومش صفود وشوربة صفود. دي شوربة الصفود دي شوربة بني ادمين اصلا والناس بتشرب وخلاص. لكن الستات الذكية تجيب لها سمكة بلطية زي ديت وتجمعيها كده وتخرطيها وتعمري بيها دارك. شايفين كتل من اللحم، كتل سمكة فظيعة قوي. أنا مش مصدقة نفسي، ده أنا كل يوم هنجيب منها السمكة دي. شايفين الزعنفة لوحدها؟ الزعنفة دي مش هنرميها، ده أنا هنحطها كده ونجليها وناكلها في مرة لوحدها. دي كلها دهنة اللي أنا ماسكاها دي، العرنوسة بتاعتها العصعوصة دي مليانة دهنة ومليانة شحمة جميلة قوي. شايفين الظل وحده في إيدي قد إيه؟ دي سمكة كبيرة قوي يا ساتر يا رب. والسمك كان تاي، الذكر من النوع ده ما يتاكلش، لكن النطاية تتاكل، بتبقى مربربة كده ولحمها مزفلط وزي السكر. انما الراجل ده بيبقى ازلخ كده من النوع بتاع السمكة دي، ما يتاكلش ويبقى لحمه مر. لكن اسمعوا كلامي، تجيبوها سمكة نتية. شايفين الضل بتاعها عامل ازاي؟ الزعانف بتاعتها عاملة زي المروحة، حاجة كده جميلة. شايفين خورة بقى؟ انا حاسة ان انا مش مصدقة نفسي. وحنطلع منها شوية لحوم وشحوم، نعملهم سمنة كده نغليها على النار ونفضي فيها نص كيلو لبن، هتديني مرطي وتديني سمنة نعبيها نعمل بيها الكنافة والحاجات ديت. مش نروح نشتري زيت وعلب سمنة من الصيدليات، ما ينفعش. اعملوا حاجتكم في داركم. وسلختها بقى، الجلد ده مش هنرميه، ده هنعمله الورق المحشي كده زي ورق الكرنب، بنحط فيها الخرطة ونلف بقى كده صوابع، لان جلدتها سميكة، عاملة بتفكرني بجلدة كعب امي، بتبقى سميكة كده. والله ابويا بيجيب الحداد عشان يصنفر الكعب بتاع امي، مفلج والطرشوجة فيه جد كده، جلد ميت كبير. وجبت بقى بلشتكاية كده وعشرت فيها ليمون وحبة ملح وسقطتين زيت وسقطتين خل. المية دي سخنة عشان تنزل كل الدهون اللي فيها، لانها سمكة تقيلة قوي في الدهون. مين يقدر عليها يجيب لها صحة وياكلها؟ بتعمل حموضة كده الواحد ما يطيقهاش خالص. سمكة ما تتاكلش، زفرة زفارة يا ساتر يا رب، هتقلب عليا الدنيا. انا مش هنطبخها في المطبخ، انا جرفانة مني، مش عارفة نعمل فيها ايه، ريحتها زفر رجاوي. بس بصراحة الزفر ياكل الزفر، هم جماعة لسانهم طويل والزفرين لازم نحط راسهم في قلب الطين كده وياكلوا من السمكة الزفرة دي. امال نروح نجيب لهم لحمة عليا الطلاق ابدا. شايفين بقى بعد ما خرطتها وحطيت عليها التوابل والحبشات وغلفتها بقت زي العسل. وفي لحمة عندي تانية، ده دي اللزات دي هنديهولهم وهم ماشيين عشان نبقى ايه موجبه معاهم. يعني ذبحت جاموسه وعطيت لهم لحمه والناس كلها تقول عليا ما فيش مني اتنين. انما بقى في بلاستيكايه تانية هنمسكها بقى عشان خاطر يدلجوها. امال هيجوا ياخدوا لحمه نيه؟ لا، وياكلوا لحمه طيبه كمان. هنمسك البصله بقى كده اهوت نعملها مكعبات كبيره، حتت كده من اللي هي المزغلطه دي عشان خاطر السمك بيحب البصل الكبير. ونخرط بقى كده، نخرط لحد ما نخلص كل تخريط البصل. امال ايه؟ ما هو الاكل من غير بصل ما يبقاش اكل، لازم تكتروا البصل. هي كده، في حد يعرف يطبخ من غير بصل؟ والله العظيم ما عمرها حصلت. فاني هنخرط كميه من البصل رهيبه وفيري. امال ايه؟ لازم كده اعملوا زي عشان اكلكم يبقى له الريحه والطعم. وعود من الكزبره تخرطوه كده، ما عندكمش كزبره خرطوا جرجير نعناع اي حاجه خضره والسلام. المهم يبقى الشكل في النهاية حلو وجميل ويفتح النفس، ما تقصروش رجبتني. وحبة حباش كده وحبة شطة، وحندعكهم كلهم في بعض عشان يطلع لهم ريحة جميلة. حكم الحاجة لما تندعك في بعضها كده بتدي الريحة التانية. ومسكت بقى في صوص السمك مع البصل مع كله، وضربت لي طماطمتين كده في قلب الخلاط. امال ايه؟ لازم الطماطم تنضرب في الخلاط عشان تبقى ناعمة. ورحت ماسكة بقى كوز الطماطم وطرشاه فوق الصينية عشان خاطر السمكة تشرب شلصة ودمعة من الحمرة ديت وتبقى ريحتها حلوة.
تبقى زي اللحمة كده ام ضمعة خرط كده مخرطة، ونزلت بقى بحبة الجيت خلص مانيش عارفة نعمل ايه يا لهوي يعني. بس هنصفط برضه اللي في الجزازة كده عشان خاطر الأكلة تبقى أخدة حجيه. ما هو مش معقول نسيب حاجة ناقصة، ده أنا دبحة سمكة كبيرة جاوي، لازم الأكل يطلع مظبوط وكل حاجة تبقى حلوة. وولعت الفرن كده وهندخل الصينية كده ونقفل عليه عشان تتحمر من فوق ومن تحت. وجبت بقى لتر لبن جاموسي وهننزل بيها على برام الرز كده ومعلقة الشمنة الفلاحي عشان خاطر نعمل لهم طاجن رز كده حلو يستاهل بقهم برضو. الله، وندخله في الفرن جنب شنية السمك ونسيبهم بقى ونقفل عليهم وتشموا الريحة بقى عاديكم والله ما تتاكل. أنا عارفة أنا مجرباها قبل كده والله. أنا ما نجيبش السمكة دي غير للغاليين الحلوين، وحمرتها وقلت كده هو شوية فلفلة حري، والرز اهو جايفينه جميل ومفرفر كده بالحباية، كل حباية مش ماسكة في أختيه، وشوية كرنبيط كده مملحين عشان خاطر الفيسة برضو. الناس جاية لازم تفسي وتاكل وتنبسط برضو. شايفين الكرنبيطاية عاملة ازاي؟ لونها وردي كده وجميل، تحسوا انها وردة في البستان. الله، وصينية السمك ما تقدروش تفرجوها بينها وبين اللحمة، يجوا يطفحوها ويغوروا في داهية بقى.